تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. تؤمل أنك تحيا طويلا وشمسك مالت وحان الغروب، أتخفي السنين مع 40 فكيف ستخفي اشتعال المشيب، فكيف ستخفي اشتعال المشيب. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن قصة الخطية الأصلية، وعرفنا ان الحية أغوت حواء، وحواء أكلت من الشجرة وأعطت لآدم فأكل آدم، وتم عقاب آدم وحواء والحية. النصارى بيعتقدوا ان الخطية الأصلية دي خرج بسببها آدم من الجنة، وكمان بيعتقدوا ان الخطية الأصلية دي ورثها كل البشر، وعلشان الخطية دي تتغفر لازم الله يتجسد ويموت على الصليب، وبيؤمنوا ان الله تجسد في يسوع ومات بالفعل على الصليب، وبكده غفر الله لكل بني آدم وتم الصلح بين الله وبين بني آدم. وإن شاء الله هنفصل في الموضوع ده في الحلقات القادمة، ولكن دلوقتي لينا بعض الملاحظات على قصة الخطية الأصلية، بس عايزك تركز معايا شوية. فتشوا الكتب. في التكوين 2 وعدد 2 بيقول إن الله بعد ما خلق السماوات والأرض استراح. وشوف النص بيقول إيه كمان في سفر الخروج 31:17: لأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس. فهل الله يستريح ويتنفس؟ إزاي تؤمن بيه وتثق في قدرته؟ فتشوا الكتب. إذا كان فعلا بتجسد الإله وموته على الصليب حصل مغفرة لخطايا بني آدم، وتم الصلح بين الله وبين البشر عن طريق صلب يسوع، طب ليه احنا عايشين على الأرض دلوقتي ولم نرجع للجنة؟ فتشوا الكتب. إذا بالفعل تم مغفرة خطية آدم عن طريق التجسد والصلب، طيب ليه العقاب ما ترفعش عن أولاد آدم وياكلوا من غير تعب؟ وليه العقاب ما ترفعش عن بنات حواء ويولدوا من غير آلام الحمل والولادة؟ وكمان ليه ما ترفعش العقاب عن الحية ونسلها ويطلع عليها رجول وتمشي بيها؟ يبقى فين الصلح اللي حصل ده والعقاب لسه موجود؟ فتشوا الكتب. لو سألتك مين الحية اللي أغوت حواء هتقولي دي الشيطان. طيب ازاي ودي حية؟ هتقولي الشيطان تجسد فيها. طيب لماذا الله لم يعاقب الشيطان وعاقب الحية بالرغم من انها حيوان زي ما بيقول سفر التكوين 3:1؟ ولو قلت الحية ترمز الى الشيطان، فلماذا يعاقب الإله الحية بالرغم من انها حيوان غير عاقل؟ ولماذا الى اليوم نرى الحية تزحف على بطنها وليس لها أرجل؟ فهل الله بحكمته يعاقب حيوان غير عاقل؟ إذن هذا العقاب ليس عقاب إلهي. فتشوا الكتب. سؤال بسيط جدا، هل لو ربنا فرض عليك عقاب تقدر تهرب منه؟ أكيد لا، محدش يقدر يهرب من عقاب ربنا. طيب انت فاكر كان ايه عقاب حواء؟ أيوة، كان عقابها تكثير أكثر أتعاب حبلك وبالوجع تلدين أبنائك. طيب افرض ان في واحدة لم تتزوج، إذن هربت من العقاب. طيب افرض ان واحدة تزوجت ولم تنجب، إذن هربت من العقاب. طيب افرض ان في واحدة عن طريق البنج تلد بدون آلام الولادة، إذن هربت من العقاب. لكن أفكرك، مش احنا اتفقنا ان محدش يقدر يهرب من عقاب ربنا؟ إذن هذا العقاب ليس عقاب إلهي. فتشوا الكتب. إذا كان عقاب حواء تحبل وتلد بالوجع، طيب الحيوانات بتتألم وقت الحبل والولادة والطب أثبت كده. طيب ايه دخل الحيوانات في عقاب حواء؟
طيب ليه الحيوانات ورثت عقاب حواء؟ يمكن يكون الحيوانات أولاد حواء، ولو الحيوانات مش أولاد حواء، طب ليه الحيوانات بتتألم وقت الحبل والولادة؟ إذن هذا العقاب ليس عقاب إلهي. فتشوا الكتب. طيب فاكر لسه عقاب آدم؟ الإله قال لآدم بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. وهل انت كنت فاكر ان آدم في الجنة كان عايش ومرتاح وما بيتعبش؟ تعال نشوف الكتاب بيقول ايه في التكوين 2:15. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وفي باقي التراجم بيقول ان الإله وضع آدم في الجنة ليفلحها ويحرسها. يعني آدم ما كانش مرتاح وكان بيتعب برضه في الجنة. يعني اللي أخده آدم ده ما كانش عقاب، دي طبيعة خلقوا بيها ربنا، بدليل انه كان بيعمل ويتعب في الجنة. فتشوا الكتب. تعرف اسم الشجرة اللي أكلت منها حواء ثم آدم؟ هي شجرة معرفة الخير والشر. يعني آدم وحواء قبل ما يأكلوا من الشجرة ما كانوش بيعرفوا الخير والشر. طيب في دليل؟ أيوة، لاحظ قول الحية الحواء في التكوين 3:5: بل الله عالم إنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. يعني مفيش حد بيعرف الخير والشر إلا الله. والإله بيأكد على كلام الحية وبيقول في التكوين 3:22: وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر. مش غريبة أن الإله بيأكد على كلام الحية؟ طيب يا ترى عرفت منين الحية ان اذا آدم اكل من الشجرة سيصبح مثل الله يعرف الخير والشر؟ هل يا ترى كان في تخطيط مسبق بين الله والحية، ام الحية تعرف ما يجهله آدم ويكون بذلك آدم اجهل من الحيوان اللي هي الحية؟ فتشوا الكتب. ولو تلاحظ ان النصوص قالت ان الله وحده هو اللي بيعرف الخير والشر، يعني آدم قبل ما يأكل من الشجرة ما كانش بيعرف الخير والشر، وبعد ما أكلوا من الشجرة عرفوا الخير والشر. يبقى ازاي آدم يكون فاقد للتمييز ولا يعرف الخير والشر ونقول انه له خطية؟ فتشوا الكتب. وأكيد آدم اللي ما كانش بيعرف الخير والشر قبل ما يأكل من الشجرة كانت أعماله كلها خير، يعني كان بطبيعة نقية، يعني كان بطبيعة صالحة. طيب ما سألتش نفسك ازاي إنسان مخلوق بطبيعة إلهية نقية وصالحة يقع في الغلط ويعصي الإله؟ فتشوا الكتب. تعرف آدم طرد من الجنة ليه؟ أكيد هتقولي علشان عصى الإله. لا طبعا، اقرأ معايا في التكوين 3:22 23 24: وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. فتشوا الكتب. يعني كان في شجرة تانية اسمها شجرة الحياة، ودي غير شجرة معرفة الخير والشر، وآدم إذا أكل منها كان سيحيا إلى الأبد، والإله خاف إن آدم يأكل من شجرة الحياة ويحيا إلى الأبد وطرده من الجنة. إذن سبب طرد آدم من الجنة هو خوف الإله إن آدم يأكل من شجرة الحياة ويحيا إلى الأبد. ودي كانت بعض الملاحظات، وهنكمل في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. دمتم في رعاية الله. وداعا